في ناس بتفتكر إن القرآن هو الكتاب المقدس لدى المسلمين، زي ما الإنجيل كده هو الكتاب المقدس لدى المسيحيين، والتوراة كتاب مقدس لدى اليهود لا، القرآن أولًا القرآن ليس للمسلمين فقط، القرآن رسالة من الخالق سبحانه وتعالى لكل الخلق، لكل الناس، في كل زمان ومكان. الآيات بتاعة القرآن موجهة للبشر كلهم. تلاقي القرآن يقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. جالكم دليل، جالكم الحق، دليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على صدق هذا الكتاب. يبقى القرآن موجه للناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء وعلاج للمشاكل اللي عندك كلها، مشاكل الدنيا كلها موجودة في هذا الكتاب. القرآن فيه حل لكل مشكلات البشر، مش المسلمين بس. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. بيكلم الناس. هذا القرآن موجه للخلق، موجه للناس كلها، وبيجاوب على أسئلتهم. يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الأصنام. بيرد عليهم: لو أنت عندك شك تعالى أقول لك. كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، تعالى أقول لك إحنا خلقناك إزاي ونعرفك. القرآن بيرد عليك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس، مش يا أيها المسلمين، مش يا أيها المؤمنين، مش يا أيها العرب، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اسمع المثل، الناس كلها تعرف. إن إيه؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمع. يديهم مثل بالذبابة. شوف خلق الذبابة ده، تتدبر في الذبابة دي تلاقي فيها معجزات 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 في الخلق، مليانة مع عينيها وجناحاتها وحركتها وإزاي بتهضم الأكل وإزاي. ويتحداك الله سبحانه وتعالى: وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. تعرف إن الدبانة لما بتاخد الحاجة كده في إيديها بتتهضم في ساعتها، تتحلل في ساعتها، ما تقدرش تاخدها منها تاني. مين عارف الكلام ده؟ هو بيديك معجزة للناس، للبشر كلهم، رسالة من الخالق إلى الله سبحانه وتعالى، من الخالق سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى إلى كل الناس. يعرفك هو خلقك ليه، خلقك إزاي، ويأمرك يقول لك إزاي تعمل إيه، إزاي تدخل الجنة، إزاي ترضي ربنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوج. يا أيها الناس. فأول حاجة هذا القرآن للناس كلها، للبشر جميعا وليس للمسلمين فقط. الأمر الثاني، القرآن ما هوش كتاب مقدس، ما هوش شيء مقدس كده. هو طبعا كتاب مقدس، لكن هو مش بركة، مش شيء كده نتبارك بيه وخلاص، أو نتعبد به وبتلاوته فقط. لا، القرآن أكبر من كده. القرآن كلام الله، كلام الخالق، حرفا كده، حرفيا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام اللي خلقك، رسالة من الخالق للخلق، رسالة ثابتة لا تتحرف. وربنا هو اللي وعد إنه يحفظه وإنه يحميه من أي تغيير ولا تحريف، لأنه مفيش رسول بعديه، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش رسالة بعد القرآن. فربنا حفظه وخلاه موجود ما بين إيدينا لحد النهاردة عشان يفضل معجزة، يفضل برهان، نور يهدي، هدى، موعظة، رحمة، شفاء، تبيان، يبين الحق للناس كلها. فما ينفعش تاخد القرآن إنه مجرد بركة، مجرد أقراه كده في المياتم ولا في الأفراح ولا في المناسبات. لا لا لا، ده كل حرف تتعبد بتلاوته، لكن كل حرف كمان فيه تربية، فيه منهج، فيه معجزة، فيه بناء للإيمان، فيه تثبيت على الحق، فيه حل للمشاكل، فيه شفاء للأمراض، شفاء لأمراض النفس وأمراض الإنسان وأمراض الكون والمشاكل والشر اللي موجود في العالم، في دعوة، في فهم لطبيعة الدنيا، في نبأ تاريخ وأنباء عن المستقبل، وأوامر بالمعروف ونهي عن المنكر، كل حاجة. منهج كامل متكامل، دستور حياة، القرآن الكريم. فلاجب نتعامل مع القرآن الكريم بهذا الشكل. أولا أنه رسالة لكل البشر وليس للمسلمين فقط. ثانيا أنه منهج ودستور ومعجزة
وعبادة وشفاء ورحمة ونور وهدى، يعني يشمل كل جوانب حياتك، وأنه رسالة من الخالق سبحانه وتعالى إلى الخلق جميعا. عشان كده لازم نفهم حاجتين. أولا، إن التدبر في الكون، التفكر في الكون ليس كافي إنك تصل إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لما تتفكر في الكون هتعرف إن هذا الكون لابد له من خالق. لكن مين الخالق ده وخلقنا ليه وعايز مننا إيه؟ لازم تقرأ الرسالة اللي جاية من الخالق ليك، يعرفك هو خلقك ليه وعايز منك إيه. الأمر التاني، إن مفيش نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رسول. أمال إيه؟ المسلمين مطالبين إن هم يوصلوا هذه الرسالة للعالم كله. هذا الكتاب الذي بين يديكم هو رسالة من الله سبحانه وتعالى للناس، يجب إنك أنت توصلها للناس. بلغوا عني ولو آية. لازم توصل هذا الكتاب إلى الناس. أنت بتقوم بدور النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتقوم بدور الأنبياء والرسل. بعد النبي صلى الله عليه وسلم مفيش رسول. نحن المسلمين مطالبين بأننا نقوم بدور هؤلاء الرسل، أننا نوصل كلام الله سبحانه وتعالى، نوصل القرآن إلى البشر عشان نعرفهم ربنا خلقهم ليه وعايز منهم إيه. فدورك إنك أنت توصل هذا القرآن للناس، ولا عذر لنا في ذلك.